لعبة منتخب العراق الساعة 6 صباحا. الكل يعرف وقت اللعبة، ماكو أحد ما نشر على وقت اللعبة. القنوات الناقلة أكو منكم يعرف أكو منكم ما يعرف، هي قنوات بي إن سبورت 1. راح تكون على قنوات بي إن سبورت، تقدرون تشوفون اللعبة. اللي ما عنده قنوات بي إن سبورت يقدر يشوفها عن طريق تطبيق سوبر كي. هذا التطبيق متواجد اللي منزلين تطبيق سوبر كي، تدخلون على اي كيو تي في. هذا التطبيق اي كيو تي في راح يوفر لكم مشاهدة المباراة العراق وبوليفيا، لان بالنسبة للعراق ما اشترى حقوق اللعبة، فلعبة العراق راح تكون فقط على القنوات المشفرة. فاي كيو تي في تقدرون تشوفون عليه اللعبة. تنزلون تطبيق سوبر كي، تدخلون على تطبيق اي كيو تي في. هذا التطبيق يوفر لكم مشاهدة المباريات، اي مباراة كرة القدم، والمباراة المنتظرة بين العراق وبوليفيا. بالنسبة لتشكيلة المنتخب العراقي، اغلبكم ما يعرف شنو التشكيلة اللي راح يبدي بها المنتخب العراقي امام بوليفيا. بحراسة المرمى راح يكون باسل، الظهير الايسر مير خازدوسكي، الظهير الايمن علي، وقلبي دفاع مناف يونس وزياد تحسين. تشكيلة منتخبنا العراقي بقيادة المدرب جراهام أرنولد اللي هي 4-4-2، خطة متوازنة بين الدفاع والهجوم. احنا ذكرنا لاعبين الدفاع اللي ممكن راح يشاركون بالمباراة، لاعبين الوسط اللي هم يعقوب وأمير العماري. على الجناح الأيسر راح يلعب علي جاسم، وجناح الأيمن المحترف كوركيز. مهاجمين المنتخب العراقي المتوقع راح يلعب بيهم جراهام أرنولد اللي هم علي الحمادي وأيمن حسين، هم مهاجمين المنتخب العراقي. نتمنى كل التوفيق للمنتخب العراقي. شنو توقعاتكم النتيجة؟ أنا أتوقع فوز العراق 2-1 والتأهل العراقي إن شاء الله.